السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عندك نص كيلو لحمه مفرومه وعايزه تعملي بيها غدوه حلوه؟ النهارده ان شاء الله من نص كيلو لحمه مفرومه هنعمل الكفته الاقتصاديه. هنعمل كميه كبيره من الكفته بطريقه سهله وحلوه قوي، وهنضاعف الكميه بحاجات كمان مغذيه. هنسويها في الطاسه وهنعمل لها كمان خلطه تحفه نقدمها معاها. لو اول مره بتشوفوني، انا نرمين علي ودي قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناه. تابعوا معايا الفيديو للاخر ويلا نسمي الله ونبدأ على طول في وصفتنا. معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، ويفضل ان هي تكون مفرومة ناعم. وهنحط عليها بصلة كبيرة مبشورة بشر ناعم جدا. بنبشرها بالمبشرة او في الكبة بس تكون ناعمة، ومش هصفيها من المية ولا حاجة. ما تخافيش الكفتة مش هتفك معاكي علشان لسه هنزود لها شوية مكونات هتعمل لها ربط. وضفت عليهم فصين توم مفرومين ومعلقتين كبار بقدونس مفروم. وحطيت عليهم معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة سبع بهارات او بهارات كفتة، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا او بيكنج باودر بتاع الكيكة. وحطيت عليهم معلقتين كبار بقسماط ناعم بتاع البانيه، وكان عندي فيجيتار حار زودت عليهم كمان معلقة كبيرة. لو مش هتضيفي الفيجيتار الحار هتحطي 3 معالق كبار بقسماط ناعم. وحطيت عليهم بياض بيضة واحدة، انا شلت الصفار مش هحط عليهم علشان الناس اللي بتتضايق من زفارة البيض. والمكون الاساسي اللي هيزود معايا الكمية وطعمه حلو جدا هي البطاطس. هجيب بطاطسية كبيرة اقشرها واغسلها واقطعها مكعبات واسلقها على النار في مية سلق جامد جدا، وهرسها ناعم جدا علشان ما تبقاش مكتلة في اللحمة المفرومة. وما تقلقيش خالص، مش هتغير طعم الكفتة ولا حاجة، بالعكس دي هتدينا طعم حلو قوي قوي وكمان هتزود الكمية. هنقلبهم كويس ونعجنهم شوية مع بعض مش اقل من 5 دقايق لحد ما كل المكونات تختلط مع بعض كويس. مش عايزين البطاطس تبقى باينة فيها، عايزين كلها تبقى عجينة واحدة. وهريحها في التلاجة 10 دقايق علشان نشكلها. وهنحتاج شوية زيت صغيرين عشان ندهن ايدينا واحنا بنشكل الكفتة. وهنبدأ نشكل الكفتة بتاعتنا، نعملها كده على شكل كور في الاول، بعد كده بنضغط عليها ونعملها على شكل اقراص. حجمها بقى كبير او صغير زي ما تحبي. وممكن كمان تعمليها كبيرة كده زي البرجر وتحطيها في عيش كايزر وتعمليها سندوتشات للولاد. نحاول بس على قد ما نقدر نخليهم متساويين في الحجم علشان التسوية. ونرصهم على صينية مدهونة بشوية زيت صغيرين علشان لما نيجي نشيلها تتشال معانا بسهولة. لو تحبي ممكن تزودي الكمية، تعملي كمية اكبر وترصيها في اطباق وتلفيها وتشيليها في الفريزر. وقت ما تحبي تستعمليها بتطلعيها على طول على التسوية. تعبانة مش عايزة تقفي في المطبخ كتير او وراكي مشوار، تطلعيها على طول على التسوية حلوة جدا. وهنكمل تشكيل كل كمية الكفتة اللي معانا بنفس الطريقة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، عملت معانا كمية كبيرة. زي ما قلتلك كده بعد التشكيل لو حابة هترصيها في اطباق وتشيليها في الفريزر جاهزة على طول للاستعمال. بعد كده هنجيب طاسة او جريل على النار ونحط فيه معلقتين كبار من الزيت. هسخن الزيت كويس وابدأ احط فيه الكفتة. ولازم ننزل الكفتة على الطاسة تكون سخنة علشان ما تنزلش ميتها معانا. مش هنزود كمية الزيت علشان احنا مش بنقليها، احنا هنشويها في كمية زيت صغيرة. اللحمة المفرومة ما بتاخدش وقت في التسوية، والبطاطس احنا حاطينها اصلا مسلوقة فمش هتاخد وقت خالص. اول ما تاخد لون وتتشمع من الوش ده بقلبها على الوش التاني كده، وبفضل اقلبها كده على الوش ده شوية والوش ده شوية لحد ما تتحمر وتستوي. انا بحطها على نار عالية في الاول، بعد كده بهدي عليها النار شوية علشان تستوي من جوه وما تبقاش نية. وهي ما بتاخدش وقت طويل خالص في التسوية، دقايق كده بنقلبها على الناحيتين لحد ما تستوي وتاخد اللون الحلو ده. هنشيلها على طبق ونحط الكمية الباقية ونسويهم بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم ريحتها حلوة قوي. كده بقى انا هخلص بقية الكمية وخليكم معايا علشان هنعمل لها خلطة طعمها حلو قوي. كده بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها في نفس الطاسة، هبدأ احط معلقتين زيت وهنزل عليها بصلاية كبيرة كده مقطعاها حلقات، وهبدأ اديها تشويحة حلوة. حابة تحطي فلفل الوان ماشي، حابة تحطي فلفل اخضر، فص توم زي ما تحبي. انا بديكي بس الفكرة وانتي بتحطي اللي انتي بتحبيه. وهحط على البصلة رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح ورشة من بهارات الكفتة. البصل ده طعمه قد ايه حلو جدا، تاكليه كده مع الكفتة بالعيش طعمه تحفة.
مع سلطة طحينة او سلطة خضراء هتبقى تحفة جدا. البصلة بعد ما اتشوحت تشويحة حلوة وبدأت تدبل حطيت لها معلقة كبيرة من الصويا صوص وهقلبهم مع بعض دقيقة على النار، وبعد كده هطفي عليهم. وجربوا البصل المكرمل ده مع الكفتة وادعولي، طعمه حلو حلاوة يجنن. هنا الكفتة بعد ما خلصتها شايفين ما شاء الله عملت كمية كبيرة وطعمها وريحتها جنان. بجد يا جماعة لازم تجربوها، ريحتها حلوة قوي. ودخنت الكفتة بتاعتي بفحماية مولعة وطفيتها بنقطة من الزيت علشان تبقى واخدة طعم الشوي على الفحم. حطيت البصل المكرمل تحت في الطبق كده وهحط الكفتة اقدمها معاه. لو تحب ممكن تخلطي الكفتة مع البصل المكرمل وتقلبيها كده دقيقة واحدة على النار. وحطيت على البصل رشة من البقدونس المفروم. ممكن تعملي مع الكفتة رز اصفر او مكرونة اسباجيتي، انا قدمتها مع رز اصفر بتاع المشويات، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف علشان تشوفوا الطريقة، طعمه تحفة. ودي الكفتة الحلوة بتاعتنا بعد ما خلصتها، شايفين ما شاء الله شكلها حلو وطعمها وريحتها تحفة. وعملنا كل الكمية دي بنص كيلو لحمة مفرومة بس، مستوية من جوه كده وجميلة وهايشة مش مكتومة خالص. جربوها ان شاء الله تعجبكم والف هنا مقدما. وصفتي النهاردة خلاص خلصت، بتمنى تكون عجبتكم وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.